السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد غادي نوجدوا هاد البسبوسات اللي صغيورين بالتفاح والكريم باتيسير، ساهلين التحضير وبمقادير بسيطه. خليكم معايا شوفوا الفيديو. ناجحين 100% وكيجيو لذاذين بزاف. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحضروها هي الكريم باتيسير باش تبرد لينا. بالنسبه للكريم باتيسير غادي نحتاجو 2 كيسان ديال الحليب مع 2 معالق ديال الكريم باتيسير غبره. غنضيفو 2 معالق ديال السكر سنيده وعلى حساب الرغبه ديالكم، ومعلقه صغيره ديال الفاني غبره اولا ساشيات الفاني اللي عندكم. صافي وغادي نخلطوا هاد المقادير مزيان، هما باردين، وعاد نديروهم فوق البوطه حتى كتبدا تعقد لينا هاد الكريم باتيسير. عاد نخليوها حتى تبرد. هنا راها درتها فوق البوطه يعني عقادت، وغادي نخليها تبرد ونديروا لها شي بلاستيكه من الفوق نيشان. هنا هادو ليمون ديال اللي غدير فيهم هاد البسبوسات هادو غادي نرشهم غادي ندهنهم بالزبده ونرشوهم بالدقيق، يعني نوجدوا كلشي باش تجينا القضيه سهله. غادي نبداو في البسبوسه وغنديروا شويه الملحه. عندنا 2 بيضات، غنضيفوا كاس ديال السكر سنيده ما عامرش مزيان، كاس الا ربع. هذا هو العبار ديال السكر سنيده. غادي نديروا معلقه صغيره ديال الفاني اولا ساشيات الفاني. غادي نطحنوا هاد المقادير هادو وغادي نزيد كاس الا ربع ديال الزيت، نفس العبار ديال السكر سنيده والعبار ديال الزيت، والحليب حتى هو الكاس ما عامرش بزاف هانتوما كتشوفوا، يعني نص كاس زايد شويه. وغادي نخلطوا مع الخل وواحد الياغورت راه ما تصورش ليا. صافي وغادي نطحنوا هاد المقادير كاملين. غادي نضيف واحد النكهه ديال البرتقال الا عندكم، ما عندكمش نديروا غير القشره ديال الحامض ولا البرتقال اللي كان. صافي هنا غادي نطحنوا هاد المقادير هادو مزيان. كنكونوا مجهدين السرعه ديال الباتور في هاد المرحله هادي. صافي من بعد ما تنطحنوهم كنديروا الخميره ديال الحلويات. كنديروا 2 خمارات. انا عندي هنايا ديال العبار درت 2 معالق. هي ديال العبار كتقام كتكون اقتصاديه، يعني حتى هي عندها نفس المفعول، يعني زوينه. وغادي نكملوا المقادير الاخرين. غنديروا الطحين هو الاول، كاس ديال الطحين، ونحاولوا نغربلوا هاد المقادير هادو. غنديروا كاس ونص ديال الطحين، وكيبقى الخليط على حسب واش ثقيل ولا خفيف. المهم نتوما عين. هنا غادي نديروا نص كاس ديال السميده. صافي هادو هما المقادير. كاس ونص ديال الطحين ونص كاس ديال السميده. صافي وغادي نخلطوا هاد المقادير غير شويه. هنا غادي نخلطوا بالخلاط وغادي نقصوا من السرعه ديالو. غنخلطوا غير بشويه حتى ينسجم لينا الخليط، اولا نخلطوه بخلاط يدوي. الا بان لكم الخليط عقد شويه نزيدوا شويه الحليب
كيف ما مع السميده دغيا كتنشف. صافي وغادي نكمل بهذه الطريقه هذه. هذا هو الشكل ديال الخليط من بعد ما طحنته مزيان وتخلط. كيكون خفيف. غادي نقطعو التفاح شرائح رقيقه بزاف بهذا الشكل هذا، وغادي نخوي الخليط في هاد القوالب هادو ديالو. صافي غادي نوزع الخليط كامل على هاد القوالب هادو. صافي هنا خويتهم كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. غادي نديرو فوق منهم الكريم باتيسير اللي كتكون عقادت، كنديروها في الثلاجه باش كتبرد لينا. كنديرو شويه ديال كريم باتيسير من الفوق، وغادي نديرو فوق منها التفاح بهذا الشكل. كندير فوق منه شويه ديال السنيده باش يتحمر لينا التفاح، وغادي نديرهم في الفران اللي تيكون بارد بحال كنطيبوا كيكه عاديه، وغادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه هي الطريقه سهله، والكريم باتيسير ما كتهبطش لتحت كتبقى الفوق. صافي غادي نوزعوا التفاح من الفوق بهذه الطريقه هذه. نحاولوا نخشيو شويه في وسط الكريمه، وكنديروا السكر سنيده ونديرهم يطيبوا، ونتلاقاو مع الشكل النهائي. هو هذا الشكل النهائي. دهنتهم بشويه ديال الناباج، ودرت لهم شويه ديال اللوز من الجناب اللي محمر ومهرمش. نتمنى ان الوصفه تعجبكم، ونتمنى انكم تشاركوا في القناه ديالي. مرحبا بكم، وما تنساوش لايك وتبارطاجيو الفيديو. مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.